في الحلقة اللي فاتت كنا مع طارق بن زياد وجيشه الصغير اللي عدى البحر ووصل للأندلس مستعدين لمعركة عظيمة مع القوط. طارق خطف الجيش ورفع روحهم المعنوية، وبدأت خطواتهم تقرب أكتر وأكتر من مواجهة مصيرية. في سنة 92 هجريا جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد كان واقف قدام تحدي عمره. جيش القوط بقيادة الملك لودريق كان قدامهم جيش ضخم معدوده أكتر من 100,000 جندي، وكلهم جاهزين يدافعوا عن أرضهم ضد المسلمين اللي عبروا البحر لفتح الأندلس. طارق بن زياد كان قائد شجاع وذكي، لكنه كمان كان عالم جيد بالتاريخ العسكري الإسلامي. في اللحظة دي طارق استوحى خطته من واحدة من أعظم معارك المسلمين، معركة اليرموك. الخطة دي نفذها خالد بن الوليد لما كان بيواجه جيش بيزنطي ضخم وعدد جيشه كان أقل بكتير. الخطة ببساطة اعتمدت على تقسيم الجيش لعدة وحدات رئيسية. 1. المقدمة، ودي الوحدة اللي بتبدأ الهجوم وتستنزف العدو وتخش في اشتباك مباشر معاه. 2. الأجنحة، جناحين يمين وشمال مسؤولين عن الهجوم من الجوانب. 3. الاحتياط أو المؤخرة، ودي الوحدة اللي بتدخل في اللحظة الحاسمة وتطوق العدو بالكامل. طارق طبق نفس الخطة لأنه كان عارف إن السر مش في العدد لكن في الوقت والتنظيم. في صباح يوم المعركة جيش القوط بقيادة لودريق بدأ الهجوم الأول. المشهد كان رهيب، آلاف الجنود بيتحركوا بقوة كبيرة ناحية جيش المسلمين. طارق بدأ خطة خالد، خلى المقدمة تتقدم وتهيج جيش القوط الهجوم بكامل قوته. بعدها الأجنحة بدأت تضرب من الجوانب بشكل مفاجئ، وده خلق حالة من الفوضى في صفوف القوط. جيش القوط بدأ يفقد توازنه. لودريق حاول يجمع قواته ويرد الهجوم، لكنه فوجئ ان طارق كان مجهز وحدة احتياطية. الوحدة دي دخلت مباشرة في قلب الجيش القوطي وبدأت تطوقهم من كل الجهات. في اللحظة دي لودريق اتصاب ووقع من على حصانه، ودي كانت بمثابة الضربة القاضية. جيش القوط دخل في حالة فوضى أكبر من اللي قبل كده، وطارق بن زياد استغل الموقف وانقض عليهم. المعركة انتهت بنصر ساحق لجيش المسلمين. الخطة العبقرية لطارق بن زياد المستوحاة من خالد بن الوليد حققت هدفها. جيش القوط اتفرق ولودريق اختفى بعد المعركة واتقال انه غرق في النهر. النصر في وادي لكة فتح الابواب لمدن الاندلس الكبرى وزرع اول بذور الحضارة الاسلامية في اوروبا. لكن السؤال اللي دايما بيتسأل، يا ترى لو لودريق قدر يكتشف خطة طارق بن زياد هل كانت النتيجة هتتغير؟ استنونا في الحلقة اللي جاية نكمل بقية الحدوتة. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.